دائما عند الكرة الثابتة. بشار ريزان عرضية خطيرة بالراس. جول جول. قضية كانت مثالية على ناس حمادي مباشرة في مرمى ابراهيم عالمة. هدف أول للقوة الجوية قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول. يتقدم القوة الجوية كل هذا التقدم. اللبناني أيضا بطل المجموعة الثانية سيلاقي ثاني المجموعة الرابعة، والهدف الثاني. والعملية أصبحت سهلة، العملية أصبحت سهلة والتغطية غابت. معقول الفريق العماني وكأنه يستسلم بعد ركلة الجزاء. ما الذي حصل؟ اللي حصل فريق القوى الجوية فرض أسلوبه وأصبح تحت التسجيل من اللاعب حمادي أحمد المتخصص والهداف. حمادي يتمكن نعم. 1-0 لنادي القوى الجوية بهدفين وهدفين بمرمى الظاهرية. يعني ما شاء الله في 5 مباريات وهذه السادسة، سجل في كل المباريات. الهدف هذا يحمل قادم ويبدو الثالث قادم لا شك. واحد. ما هذا الدفاع الورقي تماما من فريق العروبة العماني. مش معقول هذه الكرة الأخيرة، مهاجمين على مدافع واحد، سهولة المرور وسهولة التمرير وسهولة الإنهاء من حمادي. يعني عميد ميدو يلعب كرة عرضية تبعد بالخطأ. همام تصويبة قوية. يسجل أولى أهداف الصقور، أولى أهداف القوى الجوية بعد تصويبة يسارية قوية من همام. هداف لتاريخ مواجهة الفريق. ميدو يلعب كرة أمامية خطيرة جدا. الثاني نعم، هدف ثاني. مرة بهدف ثاني. حمادي لا يظهر إلا وقت الهدف. هنا يسجل هدف ثاني لمصلحة فريق القوة الجوية. هدفين إذن مشاهدينا. ماذا استلم دار للمرمى استاتور الهدف الاول. جوية العراقي عبر كرة خاطفة. هنا الخطأ بدأ وهنا بعد ذلك الختام بتصويرة. تعود محاولة التقدم من جانب القوة الجوية، استغلال الكرة الماضية. الهدف الثالث يأتي للقوة الجوية العراقي إضافة الهدف الثالث يتوغل. هنا الكرة ممتازة. يا سلام بالكعب ممتازة. وهنا التسديدة وهدف أول للقوة الجوية العراقي في هذه اللحظات بعد مجهود كبير بالكعب. كانت ممتازة. شاهد الكرة انطلاقة سريعة. القوة الجوية العراقي يتقدم بالهدف الأول في هذه الأثناء. خطأ إذن حاليا في انتظار تنفيذه وضربة حرة. نشاهد اللاعب همام طارق متواجد. الخطأ ينفذ والكرة إلى الشباك من خلالها الهدف الأول. أخيرا بضربة حرة أسكنت في الشباك، اصطدمت في العارضة وبعدها إلى الشباك. اللاعب حسين علي وحيد البديل نجح في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق القوة الجوية. هدف لصالح القوة الجوية أمس تضيع. ركلة الجزاء إذن تنفذ والهدف الثاني يأتي لصالح فريق القوة الجوية. ثاني أهداف المباراة يأتي عن طريق اللاعب حمادي أحمد، اللاعب الذي نجح في تسجيل ثاني أهداف هذه المباراة. شاهد الهدف الثاني شقلبة من جانب حارس المرمى.